السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سيرو من قناة سيرو كيرو. لو اول مرة بتتابعوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وشير لأصحابكم عشان الكل يستفاد. النهاردة الفيديو عن أسلوب التريازو في الكونكريت أو شغل الجبس والأسمنت. أسلوب التريازو ده عبارة عن إن احنا بندخل في الخليط بتاع الجبس أو الأسمنت قطع من الجبس الملون اللي بيكون فايض عندنا ومكسر. لو احنا مش عندنا القطع ديت، تعالوا اوريكم هنعملها ازاي. تمام، احنا هنجيب مثلا مقدار 3 كوبايات. كل كوباية مثلا فيها 3-4 معالق جبس على اسمنت. وهنجيب مثلا معانا 3 الوان من اختياركم طبعا. وهنجيب 3 كوبايات نخلط فيهم، واي حاجة نقلب بيها الخليط. تمام، دلوقتي هنحط اول مقدار معانا من الجبس والاسمنت. احنا مش هنكتر عشان احنا يعني الكمية الصغيرة بتطلع لنا حبة حلوين. تمام، فهنحط كل كمية في الكوباية المخصصة بتاعتها، وهنبتدي نزود عليها مية بالتدريج، مش كتير قوي برضو، كام نقطة كده مية. وهنبتدي نخلطهم كويس جدا. اهم حاجة التقليب معانا، عشان الجبس والاسمنت يدوبوا في المية تماما وما يبقاش فيه اي تكتلات. تمام، بعد كده هنجيب اللون اللي احنا هنختاره. انا هنا اخترت اللون الاصفر. اهم حاجة نقلب اللون كويس قبل ما نستخدمه، عشان مركزات الالوان دي بتكون مترسبة بس تحت شوية، فلازم نقلب اللون قبل ما بنصب منه. بنصب نقطة نقطتين بالكتير، وهنبتدي نقلب برضو كويس جدا عشان نخلط اللون مع خليط الجبس والاسمنت. بعد كده هنجيب اي كيس بلاستيك او اي ورقة زبدة مثلا، اي حاجة متاحة عندك هنفضي فيها الخليط اللي احنا عملناه. تمام، وهنسيبه على جنب لحد ما ينشف. هنكرر القصة دي في بقية الخليط. كل واحد هيبقى بلون شكل. تمام، انا هنا حسيت ان الكمية قليلة شوية، فروحت حطيت الكوبايتين التانيين على بعض بحيث ان انا ازود الكمية. ببتدي برضو اقلبها كويس جدا، واحط المية بالتدريج لحد ما الاقي الخليط معايا عامل زي القوام اللي هو الزبادي او البشاميل. تمام، انا مش عايزاه تقيل جدا ولا عايزاه خفيف جدا. هنبتدي بقى نحط لون تاني. اخترت انا هنا اللون البنفسجي. هتختاروا الالوان اللي انتوا حابينها، كل واحد يعني دي حرية شخصية. اختيار الالوان دي بترجع لحسب كل واحد والتاني. تمام، بعد ما رجينا اللون كويس هنبتدي برضو نفس القصة. هنحط نقطة، ما نزودش مركزات الالوان دي. النقطة منها بتبقى عاملة اللون كويس جدا، نقطة او نقطتين بكتير. تمام، هنقلب الخليط معانا كويس، وهننزله برضو على الكيس، وهنسيبه على جنب لحد ما ينشف، نفس الطريقة اللي عملناها مع اللون الأصفر. طبعا انتوا بتبقوا حابين مثلا التريازو ده مدخلين لون واحد، لونين، 3 الوان، 4 الوان. الالوان اللي انتوا حابين تدخلوها مع بعض هي اللي بتعملوها. ممكن نكتفي بلون او ممكن نكتفي بلونين، 3، 4. كل واحد حسب هو هيعمل شغله بالطريقة اللي هتحبه. انا بس بوصل لكم الطريقة
وبعد كده انتوا بتنفذوها باللي يريحكم. هنبتدي بقى نفرد. دي كانت اتقل شوية من اللي قبلها. فهنبتدي نفردها بالسكينة كده، زي ما تكون ايه بنفرد بسكينة المعجون مثلا او حاجة. لان احنا عايزينها طبقة رقيقة، مش عايزينها تبقى سميكة. خلاص. بعد كده هنجيب الاحمر، نفس القصة. هنا بقى انا كنت عشان استخدمت الخليط التاني مع البنفسجي، فهبتدي اعمل كوباية تانية من الجبس على الاسمنت. هحط 3 معالق جبس ومعلقة اسمنت. هحط لهم بس شوية مية، نقطتين مية بالظبط، قد معلقة او معلقتين. طبعا وانا بقلب بشوف اذا كنت محتاجة ازود مية تاني او لا. لو ظهر طبعا من التقليب اي بابلز، احنا ممكن قبل ما نصب مثلا الخليط بنرشه بشوية كحول. هنشوف الخطوة دي دلوقتي في الفيديو. لما انا كنت بقلب فطبعا مع التقليب بيخش الهواء في الخليط، فبيعمل فقاعات بالشكل ده، شايفين؟ فعشان ما يطلعليش التريازو ده مخرم، فبرش له بس رشة كحول، بتختفي كل الفقاعات الهواء والبابلز، وبيبقى الخليط ايه مفهوش اي فقاعات، عشان برضو ما يطلعليش التريازو ده مخرم فيبوظ لي الشغل. بفضي بقى كل الكمية على الكيس التالت. تمام. وبفردها برضو زي ما عملت في اللي قبل كده. اديت لها رشة كحول كمان كده، اي بابلز بتختفي بالكحول على طول. او لو عندك المسدس اللي هو النار ده، اللي هو زي الولاعة برضو بيعمل نفس نتيجة الكحول. خلاص، بعد ما بفرد القطعة بركنها على جنب تنشف. ودلوقتي هنسيب ال3 قطع تنشف، وهنبتدي نعمل خليط بتاع القالب بقى نفسه. تمام. هنسيبها تنشف حوالي مثلا نص ساعة على ما نجهز الخليط كده ونشوف. هنجيب القالب بتاعنا مغسول وممسوح وبنقطة زيت عشان نصب فيه. وهنجيب نص كوباية مية. تمام. هنبتدي نحط المية الأول، وهنجيب كوباية ونص جبس، وعليهم معلقتين اسمنت، ونبتدي نرش الخليط بالتدريج بالشكل ده لحد ما ينزل خالص والمية تتشربه. تمام. وبعد كده نكمل بقية الكمية. انا هنا عندي بيبتدي البودر ينزل لتحت والمية هي اللي بتبقى على الوش. بنبتدي بقى نزود لحد ما نلاقي ان البودر خلاص ما بقاش يعني ما بقاش يختفي. هنا بنعرف ان الخلطة تمام وكفاية، وما نزودش عن كده. يعني انا اخر معلقة او معلقتين ما حطيتهاش، حسيت الخليط كده معايا تمام. قلبته بقى كويس جدا. اهم حاجة خطوة التقليب ديت. وبعد كده رشيت كحول. تمام. وجبت قطع الجبس المكسرة اللي هي التريازو عندي، ورحت مفضياها في الخليط. هديها تقليبة بس كده خفيفة بحيث تختلط مع الخلطة بتاعة الجبس والاسمنت، وهبتدي اصبها في القالب.
نبتدي نصبها بقى بالشكل ده وانزل كل الخلطة اللي في الكوباية. وبعد كده هبتدي ان انا اهز القالب بتاعي وارجه كويس، والخطوة دي مهمة جدا عشان اي فقاعات هواء موجودة تطلع على الوش. خلاص، وهبتدي ارشها بالكحول. احنا تمام رشينا بالكحول قبل ما نصب، بس برضو بيبقى فيه شوية هوا بيبقوا مكان ما بنصب، فبنحتاج ان احنا نخبط القالب كويس. برضو هنا انا حسيت القالب محتاج ان هو يتزود شوية، فروحت مزوداه بسرعة قبل ما ينشف معايا يبتدي يمسك. فروحت مزوداه برضو شوية كده، بتاع معلقتين او 3 جبس على اسمنت، ورحت مقلبة المية كويس معاهم، واديتها رشة الكحول. وعشان بس اكمل القالب بتاعي، يعني عادة الخلطة دي بتظبط معايا المعيار اللي هو الكوباية ونص، مع نص كوباية مية، بتبقى على قد القالب بتاعي. بس مش عارفة المرة دي ما ظبطتش ليه، زودتها بس حاجة بسيطة. وابتدي افرد معايا الخليط بتاعي. تمام. واهزه كويس عشان البابلز ديت لو ما طلعتش بتسبب ان القطعة بيبقى فيها خرام صغيرة كده، فبتخلي شكلها مش حلو، ودي تعتبر عيب من عيوب القطعة. فعشان كده لازم نخبط القالب كويس بتاعنا ونرج فيه بالشكل ده. واي فقاعات بتطلع على الوش بنديها رشة كحول. تمام. هنسيب القالب ينشف من نص ساعة لساعة. تمام. وبعد كده بنطلعه. طبعا هنا كانت الخليط اللي انا عملته بالالوان كان نشف، ببتدي اطلعه من الكيس واكسره لقطع صغيرة بالشكل ده. تمام. هجيب بقى اللي انا عملتهم كلهم واكسرهم بنفس الشكل. كنت انا هنا بقى عملت قالب تاني، ما صورتهوش عشان اختصر لكم بس وقت الفيديو، بس كان بنفس الطريقة. حطيت بقى فيه القطعة اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو. تمام. وصبيتها ورشيتها بالكحول. هسيب بقى القوالب دي تنشف تماما، مش قبل نص ساعة لساعة، عشان اخرجها من القالب. وخليكوا بقى معايا لاخر الفيديو، معلش الفيديو ده طول شوية بس عشان نشوف النتيجة النهائية مع بعض، فخليكوا معانا للاخر. هنا بقى كان القوالب نشفت. انا يعني سبتها لحد تاني يوم الصراحة، ما فضلتش ان انا اطلعها، طلعتها تاني يوم. هنا ببتدي اشيل الزوايا من القالب. بتكون نتيجة الصب، بيكون مثلا الخليط بتاع الجبس والاسمنت زاد شوية عن حجم القالب، فبيبتدي يطلع زوايد كده على القالب من بره. فببتدي اكسرهم بالراحة بايدي عشان اعرف اطلع القطعة من القالب. تمام. بكسر كل الزوايا كده وابتدي افتح القالب وبقلبه على الناحية التانية. ابتدي برضو اشد الزوايا ديت اللي هي بتاعة القاعدة بتاعة القالب، عشان يطلع ان انا يسهل ان انا اطلع القطعة. تمام. ببتدي بقى اشد القالب كده بالراحة. وادي القطعة كده معانا طلعت. كل الزوايا دي طبعا بصنفرها. وده القالب البيضاوي اللي هو الكوستر البيضاوي اللي عملناه. نفس القصة برضو، بشيل الزوايا كده من الجناب بكسرها
تطلع معايا وتتكسر بكل سهولة. وابتدي اشد القالب كده من تحت الزوايا اللي عندي اللي هي بتاعة القاعدة ديت، ومن الجناب كده ببتدي افصل القالب عن القطعة. تمام، بيطلع معايا بكل سهولة. احنا كمان عشان دهنينه بالمادة الدهنية فبيخرج القطعة بسهولة من القالب. الخطوة دي مهمة جدا. جراي هنا بيساعدني في تخريج القالب. تمام. دلوقتي عشان نشوف بقى نتيجة التريازو اللي احنا عملناها لازم نصنفر القطعة. عادة احنا لما بنعمل القطعة ما بنصنفرهاش من قدام، ان هي كده كده بتبقى ناعمة، بنصنفرها من تحت بس. لكن التريازو مختلف، التريازو بنصنفر القطعة كلها، وخصوصا الوش اللي هو الجزء اللي باين، لان هو التريازو ده عشان يظهر هنصنفر طبقة كده خفيفة من الجبس والاسمنت من على الوش، فهيبتدي يظهر لنا. هنجيب معانا قطعة الصنفرة، وهنجيب طبق مية، وهنغطس القطعة في المية. ما تقلقوش مش هتبوش منكم. تمام. هنغطسها كده شوية، وبعدين نبتدي نصنفر. يفضل يعني ان احنا نصنفر بصنفرة ناعمة عشان ما نخربش القطعة. هنبتدي بقى نصنفر بحركات دائرية كده لحد ما نلاقي قطع التريازو ظهرت معانا. هي كده ابتدت تظهر اهو. فهنبتدي بقى نكمل صنفرة. وطبعا لازم بعد كده ما نخلص نصنفر الزوايا اللي احنا كسرناها ديت، عشان تبقى ايه، يبقى الشغل بتاعنا نظيف، وتبقى القطعة متصنفرة وناعمة وما فيهاش اي زيادات. جريب عمال بقى بيلعب بالمية وهيبهدل لنا الدنيا، بيحب يشاركني في الفيديوهات دايما اللي انا بعملها. خلاص انا هنا بقى هخلص القطعة دي وهروح على القطعة التانية، بس عشان ما اطولش عليكم. نفس الفكرة، هنغطسها كده بقى في المية شوية. وهنبتدي نصنفرها بالصنفرة اللي معانا بقطع دائرية. لو حاسين ان الصنفرة الناعمة مش مبينة معاكوا قوي، حاولوا تجيبوا الصنفرة خشنة شوية. هو بس بيحتاج شوية وقت لحد ما الالوان كلها تظهر، القطعة اللي احنا حطيناها اللي هي التريازو دي تظهر. وكل ما بنصنفر كل ما القطعة التريازو بتبان معانا. هنا انا بقى كنت بصنفر بقى من الزوايا وبصنفر من ورا، عشان تبقى القطعة كلها معايا متصنفرة ونظيفة وما فيهاش اي إيه زيادات. نحاول ان احنا نصنفر بالراحة عشان ما نخربش القطعة في نفس الوقت. يعني احنا عايزين نظهر الشغل بتاعنا، بس في نفس الوقت مش عايزين ان احنا نخربش القطعة. فهنكمل بقى صنفرة ونشوف النتيجة في الاخر. ودي كانت نتيجة التريازو. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. الالوان اللي عملناها مع بعض، الاحمر والموف والاصفر، هو عامل زي فكرة الرخامة دي بالظبط. بتبقى قطع متداخلة في بعضيها. تمام. او زي ما قلتلكوا زي البلاط المزايكو اللي هو بتاع زمان ده، بتبقى قطعة كده بيضة وفيها زي مربعات عشوائية. الالوان احنا اللي اخترناها دي، عملتها ببواقي الالوان اللي كانت عندي. التانية الوانها زاهية شوية. المهم ان احنا بنسيب القطعة تنشف في الهواء 3-4 ايام، وما بنبتديش نعزلها خالص غير بعد ما تنشف تماما وتطلع كل الرطوبة اللي جواها. وده كان الشكل النهائي، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.